عمرك وقفت في يوم وبصيت لنفسك في المراية وسألت نفسك السؤال اللي بيكسر أي بني آدم؟ أنا ليه حياتي واقفة كده؟ ليه كل الناس بتتقدم وأنا لسه في مكاني؟ السؤال ده يا صاحبي بيعدي على كل واحد فينا، بس الفرق بين اللي سابه يكسره واللي خلاه نار تولع في قلبه وتخليه يبدأ. اللي هحكيهولك النهاردة مش مجرد كلام تحفيزي ولا جمل محفوظة، دي قصة حقيقية، قصة شاب من بلدنا بسيط جدا اسمه محمود. محمود اتولد في بيت غلبان، أبوه فلاح بسيط بيشتغل من الفجر للغروب عشان يجيب لقمة العيش، وأم ست طيبة دايما مبتسمة رغم تعبها كانت بتدعيله كل يوم ربنا يكرمه. محمود ما كانش عنده فلوس ولا لبس جديد ولا موبايل زي أصحابه، بس كان عنده حاجة أهم بكتير، كان عنده إيمان بنفسه. كان دايما يقول لنفسه اللي اتولد فقير مش غلطته، بس لو فضل فقير طول عمره ما اتحركش تبقى غلطته هو. كان بيصحى كل يوم الساعة 5 الفجر يساعد أبوه في الأرض شوية وبعدها يروح المدرسة، ويرجع بعد الظهر يشتغل في ورشة صغيرة عشان يوفر مصاريفه. تخيل كده، زيه زي آلاف الشباب، بس الفرق إنه ما استسلمش. كان بيرجع بالليل يذاكر على نور لمبة جاز وفي عز البرد، صوابع إيده كانت بتتشق من الشغل، بس كان شايف إن دي علامات كفاح مش وجع. أصحابه كانوا بيضحكوا عليه يقولوا له يا عم بطل وهم، انت فاكر نفسك هتبقى وزير؟ وكان يضحك ويقول يمكن مش وزير بس مش هفضل كده. عدت الأيام والناس نسيت محمود، بس محمود منسيش نفسه. كل يوم كان بيقرب خطوة صغيرة، خطوة محدش كان شايفها لكن هو كان حاسس بيها. وفي سنة من السنين حصلت المفاجأة، جت النتيجة ومحمود طلع من الأوائل على المحافظة. المدرسين اتصدموا والناس اتكلمت والصحافة نزلت صورته، واللي كانوا بيضحكوا عليه بقوا بيسقفوا له. بس الغريب هو ما وقفش عند كده، دخل الكلية وهو عارف إن الطريق لسه طويل، لأن النجاح الحقيقي مش شهادة، النجاح الحقيقي إنك تكمل، إنك تفضل عندك نفس الجوع اللي خلاك تبدأ. في الكلية اشتغل شغلانات كتير، اشتغل ديليفري واشتغل في سوبر ماركت، وأحيانا كان بيبيع كتب مستعملة للطلبة. كل جنيه كان بيكسبه كان بيخليه يحس إنه بيقرب خطوة من حلمه. وفي يوم كان راجع من الشغل بالليل تعبان جدا، قعد على الرصيف وقال لنفسه هو أنا ليه بعمل كده؟ ليه كل ده التعب؟ وبعد لحظة صمت رفع راسه وبص للسما وقال عشان نفسي أعيش يوم وأنا فخور بنفسي. مرت سنين ومحمود اتخرج وسافر واشتغل في شركة كبيرة وبقى ناجح جدا، بس لسه فاكر أول يوم كان بيذاكر على لمبة جاز، ولسه فاكر ضحكة أصحابه، ولسه بيقول دايما اللي بيضحك النهاردة ممكن يسقف لك بكرة. وعارف إيه السر؟ السر مش في الحظ ولا في الظروف، السر في الإصرار، في إنك ما توقفش، في إنك تفشل 10 مرات وتقوم ال11، لإنك مؤمن إن ربنا مش هيضيع تعبك. يا صاحبي محدش فينا بيتولد ناجح، بس كل واحد فينا عنده فرصة يبقى كده. اللي بيتولد فقير مش اختياره، بس اللي يفضل فقير في فكره ده ذنبه هو. الفشل مش نهاية، ده مجرد تجربة، وكل تجربة بتعلمك حاجة، وكل وجع بيخليك أقوى، وكل دمعة بتنظف جواك الحلم من الغبار. ما تحبطش لو محدش شايفك، ما تزعلش لو محدش شجعك. ساعات ربنا بيخليك تمشي لوحدك عشان تعرف تعتمد على نفسك مش على الناس. وصدقني الطريق الصعب هو اللي بيخلق منك راجل، هو اللي بيخليك تحس بطعم النجاح لما توصله. اللي بيتعب النهاردة بيريح بكرة، اللي بيحلم النهاردة هيعيش حلمه بعد سنين، بس اللي يكسل هيفضل يحكي عن أحلامه طول عمره من غير ما يحققها. قوم النهاردة، ما تستناش ظروف، ما تستناش حظ، ما تستناش اللي يقولك يلا. ابدأ بنفسك، خطوة صغيرة النهاردة أحسن من 100 خطوة بكرة. حتى لو الدنيا كلها ضدك خليك مؤمن إن ربنا معاك وإنك تستحق. مفيش حد بينجح من أول مرة، بس في ناس عمرها ما وقفت، والناس دي هي اللي فعلا طلعت من الصفر للقمة. ولو وصلت للنهاية دي فده معناه إنك فعلا عندك حاجة جواك بتتحرك، جواك نار عايزة تولع. خليها تولع فيك أمل مش حزن، خليها تكون الدافع اللي يخليك تبدأ مش الدافع اللي يخليك تشتكي. ابدأ دلوقتي مش بعدين. ولو الفيديو ده لمس فيك حتة صغيرة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان نوصل الرسالة دي لكل واحد حاسس إنه مش قادر. يمكن تكون أنت السبب اللي يخلي حد تاني يقوم من تاني. قلبي